السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ترتيب المنتخب الوطني الجزائري في مجموعته بعد انتهاء الجولة الأولى اليوم. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا فاز منتخبنا الوطني الجزائري في أولى جولاته أمام منتخب الصومال الأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل كل من المتألق فارس الشايبي وبغداد بونجاح، وختم بالهدف الثالث الهداف التاريخي للمنتخب إسلام سليماني، وهذا لحساب الجولة الأولى من التصفية المؤهلة لكأس العالم، حيث أجريت المباراة على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقيا. ولعب منتخب الموزمبيق الأمس كذلك مباراته ضد منتخب بوتسوانا، حيث انتهت المباراة بفوز للموزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ولعب اليوم منتخب غينيا ضد منتخب أوغندا، حيث انتهت المباراة بفوز غينيا بهدفين مقابل هدف. وبهذا حل المنتخب الوطني الجزائري في صدارة المجموعة، ويليه كذلك منتخب الموزمبيق في المركز الثاني بفارق هدف وحيد، وكذلك منتخب غينيا في المركز الثالث بفارق هدف واحد. وينتظر منتخب الجزائر مباراته يوم السبت القادم أمام منتخب الموزمبيق، وذلك في الموزمبيق، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة لتعزيز صدارته في المجموعة. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.